هاي، انا هدير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو بقى روتين بقى كله رغاوي وكله ميه. الروتين كله على بعضه هيكون كده. روتين النهارده ان شاء الله هيشجعك ان انت كده تقومي تخلصي اللي وراكي وتشوفي في ايه عليكي وقومي يلا اعمليه. احنا كلنا يا بنات بيجي علينا وقت بنبقى تعبانين وهلكانين وبنبقى ساعات بيتنا بيبقى مش احسن حاجة، وكلنا بيمر علينا الفترة دي. بس الفايدة من فيديوهات الروتينات دي ان احنا بنتشجع كده مع بعض وبنشوفوا ايه بقى اللي ناقصنا، او مثلا ممكن اشوف اي حاجة مثلا في فيديو روتين انا ما عملتهاش في بيتي فتخليني لا انا عايزة اقوم انا كمان اعملها، لان الحاجات دي ايه بتفكرني كده بالحاجات اللي ناقصاني وبتشجعني كمان. انت كمان قومي تشجعي يلا وقومي لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي بتمنى ان انت تنزلي كده بسرعه تدوسي اشتراك وكمان تفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجه جديده انا بنزلها. ولو مش حاطالي لايك بتمنى طبعا ان انتي تحطي لي لايك. ولو انتي اول مره تشوفيني احب اعرفك بنفسي، انا اسمي هدير ومن اسكندريه بس عايشه دلوقتي في القاهره بالتحديد في اكتوبر. انتي كمان عرفيني بنفسك. الفيديو دوت طالع من اكتوبر، يا ترى بقى وصل لفين؟ يا رب يا رب الاقي جيراني. انا بتمنى طبعا ان انا الاقي اي حد كده من اكتوبر علشان خاطر نبقى اصحاب، عشان انا ماليش صحاب كتير هنا في اكتوبر بصراحه. فبتمنى الاقي بقى حد من الفانز كده ايه في اكتوبر كده يبقى عندنا ناس حلوه كده وجيران حلوه. الدنيا طبعا هنا بتبقى تراب جامد جدا، فالدنيا هنا تراب بطريقه فظيعه. حتى بصوا الهوا باين طبعا. فحبيت المنشر بتاع الغسيل ده. طبعا هو احلى حاجه فيه ان هو بلاستيك، فان هو عادي ان هو يتحط فيه ميه مفيش مشكله. بصراحه انا حاولت ان انا اقفله بس انا نسيت هو بيتقفل ازاي. انا كنت فاتحاه بس والله بجد انا نسيت هو بيتفتح ازاي، بيتقفل ازاي، فمعرفتش خالص 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 يعني. المهم دلوقتي بقى قلت ابتدي كده ان انا اعمل اكنس البلكونه، فقلت اعمل السور لقيت السور برضو مطرب. ايه ده يا جماعه؟ في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مع اني ما سمعتش ان في نوة تراب الفتره دي خالص، بس بجد يعني مش عارفه في ايه. الطبق دوت لقيته كله تراب. انا بصراحه خفت احط عليه اي ميه لحسن اتكهرب او ان هو يبقى غلط اصلا. وبعدين بس الدنيا بتشتي عليهم صح؟ الدنيا بتشتي عليهم. طيب مش عارفة بصراحة أنا خُفت، بس في أنواع تانية بتصدّي، فأنا مش عارفة النوع اللي أنا باعمله ده، النوع ده اللي عندي ده هل هو بيصدّي والّا لأ بصراحة؟ يعني أنا مش عارفة. هو تقريبًا من كتر التراب أنا هدومي اتبهدلت كلّها تراب وأنا ما كنتش واخدة بالي طبعًا. عايزة أقول لكم عندي برضه بلكونة تانية، البلكونة التانية بقى عيبها يعني بُصّوا دي ألوميتال فقشطة أنا ممكن أمسح بالجلانس وكده خلاص كده نضف. بس مشكلة بقى السلك هنا سوري الألموتال هنا في الشقة كلها ان هي هو اسود مجير، فانا مش فاهمه احنا من ساعه ما جينا الشقه وهي كده. حتى الخشب بتاعها يعني مثلا باب الشقه او كده، عايزه اقول لكم يا بنات ان هو برضو بيبقى مجير. فانا مثلا اجي امسح باللي هو المنظف بتاع الاخشاب او كده، او امسح مثلا الموتيل بالجلانس او تمام، بيبقى خلاص انا مسافة ما انا غسلته خلاص بيبقى حلو زي الفل وتمام. اجي كمان شوية اول ما ينشف الاقيه جاير كأن عليه تراب. فانا مش عارفة العيب في ايه، يعني انا مش عارفة المشكلة هنا في ايه بصراحة. فلو حد عنده اي معلومة عن الموضوع ده بتمنى طبعا ان انتوا تكتبوا لي تحت في الكومنتات وتعرفوني لو في اي طريقة ان انا اعمل بيها. انا عندي هنا مفيش مزراب، مش عارفة بقى انتوا بتسموه ايه، فاحنا في اسكندرية بنقول عليه مزراب، اللي هو اللي بيبقى مفتوح كده بيبقى في البلكونة فبتحطي مية فبينزل على الشارع. هنا مفيش الكلام ده. فانا بصراحة البلكونة مش عايزة ان انا امسح بالشرشوبة بس، لا ده عايزة ان انا اكب مية. فعشان كده كبيت مية ونضفت وبعد كده لميت المية بقى بالشرشوبة زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة راحة نفسية ما بعدها راحة بأمانة. المهم زي ما انتوا شايفين البلكونه نطفت وبقت زي الفل، وبرده هدومي مطربه يا جماعه وانا ما كنتش واخده بالي غير في الفيديو ده. المهم جبت بقى زي ما انتوا شايفين جبت جرد الميه وحطيت فيه حطيت فيه كلور وحطيت فيه اوكسي ماشي، وهبتدي بقى اسمي الله كده وابتدي ان انا ايه، طبعا مش هسمي الله يا جماعه في الحمام بس بسمي الله كده ما بيني وما بين نفسي. وبعد كده ايه امسك بقى البتاع ده
المنشر ده بلاستيك، هابتدي بقى ان انا اغسله. هو الحلو فيه ان هو بلاستيك ان هو ما بيصديش، فقشطه ان انا اغسله، ما فيهوش اي مشكله. عايزه اقول لكم ان انا اصلا التراب فيه كان متبهدل جدا، يعني انا اصلا بمسحه قبل ما بعمله، يعني قبل ما بنشر بمسحه، بس لا هو محتاج يتغسل، هو مش محتاج ان هو يتمسح، لا هو محتاج يتغسل بميه. فزي ما انتم شايفين كده دخلته بقى جوه في التويلت كده، ومسكته بقى ايه، اديله ادي نادية الجندي تحت وفوق وكل حاجة. هو تقريبا الكاميرا هتفصل في نص وانا بنضفه، بس مش مهم، المهم ان هو اتنضف وان الرسالة وصلت لكم. في حروف كده فيه، بصوا حتى انتوا لو تلاحظوا كده الحروف اللي بتتقفل منه دي مطربة جامد، مطربة جامد جامد بجد. حتى الزيق اللي بيبقى حوالين المنشر ده كان مطرب قوي. طبعا انا قلبت المنشر وعملته من تحت وكل ده، بس اكتشفت بعد كده ان هي ما كانتش بتصور. بس تمام، انا قلبت المنشر، قلبته اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده في البانيو، وابتديت ان انا اغسله حتى المشابك كده زي ما انتم شايفين. مسكتها بقى بالصابون والكلور برضو كده اهو زي ما انتم شايفين، ورحت بقى ايه غسلاها كده كلها، علشان خاطر للاسف برضو انا بلاقي المشابك بتطرب، وطول ما هي مطربه لما باجي انشر اي حاجه والحاجه بتبقى مبلوله مع المشبك اللي بيبقى مطرب، الدنيا بقى ايه، بلاقي الهدوم عملت علامه على مطرح المشبك يعني. فغسلته كده زي ما انتم شايفين يا بنات، وغسلتهم ودخلتهم بقى البلكونه ايه علشان خاطر ينشفوا. المهم دلوقتي بقى ايه، قلت بقى امسك كده الحوض، حسيت ان الدنيا برضو عايزه تتنضف عندي هنا. فزي ما انتم شايفين برضو بالكلور والاريال يعني المسحوق بتاع ده اسمه ايه، الكلور. تمام، بصوا انا في الوقت الحالي حطيت في التويلت، حطيت فيه فلاش وحطيت فيه كلور، وعايزه اقول لكم اصلا انا الفلاش مع الكلور بيموتني، وطبعا علشان انا حامل فالموضوع ده غلط عليا الفلاش مع الكلور، بس انا قفلت الغطا على طول. فقلت ايه، اخلص عقبال ما اخلص اقوم منضفاه بقى ايه هو كمان، علشان خاطر بحس ان الفلاش كده مع الكلور بحس ان هو ايه بينضف اكتر. تمام، المهم عملت بقى دعكت الحوض الاول، عملته بالسلكه وبعد كده بقى هعمل بالليفه. المرايه بصراحه، المرايه بتاعه التويلت بالذات بحس ان هي ما بتنضفش غير كده، لازم ان انا ادعكها كده بالليفه وبعد كده اشطفها بالميه علشان خاطر احس ان هي نضفت. انما انا لو سبتها كده لا، بحس ان هي ايه يعني، او ان انا عملتها بالجلانس بس بحس ان هي لا ما نضفتش، لا دي عايزه تتدعك كده وتتعمل كده. مش عارفه ليه بحس بكده، هي كبيره كده فمش ما تنفعش غير كده. بيبقى طبعا اوقات كتير بتبقى فيه ميه مطرطشه عليها بتبقى كده فبتبطع، فبتعمل كده ايه علامه كده كانها مش نظيفه يعني. فلما باعمل طبعًا الحوض بالمراية بالكلام ده بالحركة دي بصراحة لأ بتبقى حلوة وتمام يعني. المهم إيه، كده خلاص خلّصت الحوض، هارجّع بقى كل حاجة كده مكانها، حاطة من تحت هنا أي غسول بتاع وشي، أي scrub، أي حاجة كده متعلقة بالskin care حاطاها هنا كده إيه على جنب. باعتذر للمرة المليون ما كنتش شايفة هدومي، ما كنتش شايفاها وهي متبهدلة. المهم هنا زودت بقى المية وزودت مسحوق زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي بقى ايه ان انا اعمل البانيو. انا طبعا يعني مش هقدر ان انا اعمله بالفرشة الصغيرة، استحالة يعني هعرف اعمله بيها، فهعمله بالفرشة الكبيرة او هعمله بالمكنسة. انا عملته النهاردة بالمكنسة، بس بصراحة يا جماعة ما اقتنعتش بيها قوي، يعني ما حسيتش ان هي بتنضف، هي بترغي بس كتنظيف يعني. لو هتنضفي التويلت تنظيف عميق يبقى لا ملهاش لازمه، انما لو تنظيف يومي عادي تمام مفيش مشكله، ان هي كانت تدي رغوه، وان هي تدي ريفرش كده للتويلت وكده، فقشطه مفيش مشكله. انما كتنظيف عميق لا، الفرشة الصغيرة أحسن بكتير. بصوا عايزة أقول لكم أصلا السليبر ده كان هيوقعني 200 مرة، بيزحلق جامد قوي بجد، كنت هقع كذا مرة والله. المهم اهو زي ما انتوا شايفين عملت كده وشطفته، هبتدي بقى ايه ان انا ارجع الحاجات دي كده زي ما كانت. حسيت ان كده
التصوير احسن، بس الاضاءة هنا مش احسن حاجة، لان اللمبة انا عندي في التويلت المفروض ان هو لمبتين. يعني بصوا انا التويلت مش باين كله، بس انا التويلت على اوله المفروض ان هو فيه طرقة، وبعد الطرقة دي المربع ده، ففي نور في الطرقة دي، بس ما فيش نور في هنا المربع ده النور رايح، فهو انا ايه مستخدمه كده نور الشباك نور ربنا. فعشان كده الشباك طبعا مش يعني الشباك برضو على منور، مهما كان هو الشباك على منور، فطبعا مش احسن حاجه، يعني الاضاءه مش احسن حاجه. بصوا انا هنا كنت عملت التويلت من جوه بصراحه، بس انا ما حبيتش ان انا اصور. عملت التويلت كنت عاملاه بالفلاش والكلور، وبعد كده عملته بقى نضفته بالفرشة بتاعته. بصوا هنا بقى لما حسيت الأرض فعلا لا أنا مش حاسة إن المكنسة بتعمل حاجة، رحت واخدة الفرشة دي. الفرشة دي بحس إن هي بتنضف أكتر بجد، يعني بتنضف كمان ما بين ماشي يا توتة، بتنضف ما بين اسمها ايه يا جماعة ما بين البتاع ده المربعات دي السيراميك، حسيت ان هي ايه بتنضف احسن. المهم ما صورتلكوش كل حاجة، ما صورتش كمان الطرقة من بره، لان كنت حاطه فيها بصراحة الستاند بتاع الموبايل، فعلشان خاطر كده انا ما صورتش من بره يعني. فحتى الرينج لايت حطها من بره التويلت، عشان خاطر خفت ان انا الفيشه اسلك بتاعت يعني الفيشه اللي موجوده في التويلت جنب المرايه، وطبعا لو حطيت فيها الرينج لايت ممكن ان انا لا قدر الله اتكهرب او يحصل اي حاجه، او الرينج لايت ممكن تقع، فكده يعني. المهم بقى الحمد لله كده خلصت، ورحت رشه بقى المعطر ده. يا على الاحساس يا بنات، مش قادره اوصف لكم. المهم حطيت غسيل ابيض كده زي ما انتم شايفين، ورحت شغلت الغساله، وبعد بقى ما شغلتها وبعد ما قفلت الفيديو رحت قالعه الطرحه اللي انا لابساها بالبندانه، ورحت رميها كمان في الغساله، طالما قلت ايه ما هو كده كده غسيل ابيض. بحب دايما قبل المسحوق بتاعي ما يخلص احب ان انا يبقى عندي بديل، يعني يبقى عندي مسحوق ان انا ايه اغسل. وبس كده يا بنات، ده بقى كان الفيديو بتاعي النهارده. وصلنا دلوقتي بقى لنهايه الفيديو. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل حاجه جديده انا بعملها. وما تنسوش تحطوا لي لايك، وهستنى كومنتاتكم. باي باي.